اللحظة بنت اللذينة اللي مستنيينها بقالنا شهرين. النهاردة هنعلن عن أصيع فورمة كسبت في البطولة اللي عملناها وكسب 4000 جنيه. طبعا مبدئيا أكيد ازيكم يا أصيع فورم في العالم، بس يلا نخش على طول في موضوع الفيديو. الراجل اللي كسب لكذا سبب. أولا انتوا هتشوفوا الفورمة بتاعته وهتقرروا هل الفورمة دي تستاهل تكسب ولا لا. الحاجة التانية ان كل الناس اللي دخلت البطولة بينهم وبين نفسهم عارفين المجهود اللي حطوه لحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي دي، لحد لحظة بعت الصور. فعايز اقول لهم حاجة، ان الراجل ده كسب، ده معناها ده تشجيع رهيب ان الموضوع فعلا ممكن يتعمل، وان الواحد ممكن لو قرر حتى لو في شهرين بس يقدر يعمل نتيجة حلوة. ممكن ما تخليوش يكسب البطولة، بس البطولة دي مش كل حاجة. ان انت يبقى جسمك حلو وصحتك حلوة وتبقى في الليستة كده بتاعت الحاجات اللي انت عايز تعملها لنفسك. فورمة حلوة صح، صحة حلوة صح، وش وجلد وعظم ووقفة على حيلي كده وطاقة أعرف أتبسط بيها وأعرف أعمل شغلي وجامعتي ومذاكرتي وحياتي الزوجية وكل الكلام ده هو الهدف الأساسي. مش البطولة خلصت وبتاع خلاص بقى، ما أنا كده كده معايا البرنامج محطوط وصباح الفل. لا أرجوك لا، خلينا نكمل اللي بدأناه. يلا بقى نشوف يوسف عمل ايه في شهرين. يوسف بدأ من شهرين بالشكل ده. طبعا احنا ممكن عادي بقى نقعد نجيب وبص كان نسبة الدهون عنده، يعني انت عندك ليك الشكل ده، شكل الراجل من شهرين. كان بيبعت لنا انا عندي اصابة في كذا وكذا وكذا، انا عندي مشاكل في الشغل، انا شغلي مش حاجة سهلة. وفعلا طلع ان هو يعني لما اتكلمنا في شوية تفاصيل فعلا شغلانته مرعبة. واللي هو وصل له ده بعت لنا بيقول لنا انا بس كنت بلتزم بالاكل وبلتزم بالتمرين، بس اوقات ممكن يحصل حاجه تبوظ لي اليوم، بس تاني يوم بظبط. التزام رهيب. وكل شويه هو اللي يبعت لنا من كتر ما هو سخنان قاعد بيبعت. طبعا انا يعني كلنا بنرد عليه من كتر ما احنا مبسوطين اصلا ان هو مبسوط. فهو استحق فعلا ان هو يكسب وعمل مجهود ان هو يكسب. فيوسف انت بالنسبه لي انا شخصيا انسبيريشن، الهام، مصدر الهام. اللي انت عملته ده مصدر الهام لناس كتيره يسخنهم ويشجعهم. والناس اللي ما كسبتش البطوله انت كسبت ان انت فضلت كل ده بتثبت لنفسك ان انت تعرف تلتزم باكل وتمرين ولايف ستايل، اسلوب حياه يخليك متكيف من نفسك، تمشي في وسط الناس كده انا بعمل حاجه حلوه لنفسي تخليني افضل عايش، وبعمل جسمي وبخلي بالي من جسمي وصحتي عشان اعيش واتبسط في الحياة. شكرا لكل الناس اللي اشتركت، شكرا ليوسف. استنى مني بقى مكالمة قريب عشان نظبط موضوع الجايزة. سلام.